العود ده مش مجرد عود قوي، ده عود هينقلني لمرحله صيد مختلفه خالص، اعلى من مرحله صيد الكاستنج لمرحله صيد الشور جيجنج والبوبنج كمان من على الكسرات. تعالوا نشوفه مع بعض. وانا بشتري العود كان لازم اعرف انا بشتري العود هستعمله في ايه، وهمارس بيه طريقة صيد ايه، وهل النوع ده من الصيد عندي ادوات منه ولا محتاج اشتري ادوات جديدة. مش بعمل دعاية لنوع معين، لكن كل اللي يهم قلب صياد انه يخليك تختار العود مواصفاته تناسب طريقة الصيد اللي انت عايز تشتريه ليها. قريب ان شاء الله هيكون في القناة فيديوهات بتتكلم عن كل طريقة صيد وازاي تختار العود المناسب ليها. وعشان توصلك الفيديوهات دي لو كنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس، دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات دي اول ما تعرض ان شاء الله. ده عود دايوا سبيت فاير. العودين نفس الماركة، بس كل واحد فيهم معمول لمستوى صيد مختلف. النبي اللهم صل على النبي. تعالي 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 يا حلوة تعالي. ما شاء الله. ده العود القديم وانا بجيج بيه من الزودياك. جيجنج رأسي بجيجات ضمن وزن الكاست ويت بتاع العود لحد 40 جرام. ما شاء الله جميل أوي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شكرا. بسم الله ما شاء الله. ربنا رزقنا بدي كمان جميلة جدا اهي. خلاص. الفرق بين العودين مش مجرد فرق ارقام وخلاص، ده فرق بيحدد انت هتصطاد ازاي وهتوصل لفين. العود القديم ده دايوا سبيت فاير، الكاست ويت بتاعه 14 56 جرام، وده كان بيسمح لي ان امارس بيه الكاستنج العادي والشور جيجنج لحد جيجات وزنها 40 جرام. ده كان مناسب للكاست ويت بتاع العود ده. لكن العود الجديد برضو دايوا سبيت فاير، بس الكاست ويت بتاعه من 28 ل 84 جرام، نقلني لمرحله جديده في الصيد، وهي الصيد بجيجات اعلى من وزن 40 جرام لحد 100 جرام. وكمان اقدر من على الكسرات على الشاطئ اشتغل عليه بوبينج باوزان بوبرات تناسب الكاست ويت بتاعه.
كمان في فرق مهم بين العودين. العود القديم كان الطول بتاعه 2 متر 70. 2 متر 70 ده كان بيخليني لما برمي بيه، لو تسمحوا لي، ده لما كان بيخليني ارمي بيه في الكاست اوصل لمسافات معينه رغم جوده الحتفه، فكان بيبقى له حد معين اقدر اوصل بيه بال 2 متر 70. قول لي في التعليقات آخر عود اشتريته كان ايه، وكنت اشتريته عشان هتمارس بيه اي نوع من انواع الصيد. وبرضه قول لي اخترته بناء على ايه عشان كلنا نستفاد. هنتظر تعليقاتكم وتقول لي. لكن العود الجديد طوله 3 متر. 3 متر. ال 30 سم دول يبانوا ان هم قليلين، لكن هم بيفرقوا جدا في الحتفه. ان يكون الحتفه ابعد. ال 30 سم اللي فوق دول بيدوني حتفات ابعد. وفي نفس الوقت لما اكون شغال على الكسرات انا محتاج وانا بفايت مع السمكه اني ما اديهاش فرصه انها تيجي تخش تحتي في الشعب وتوعر. فانا لازم اسيطر عليها من بعد شويه. فعود ال 3 متر بيخليني مسيطر عليها انها تخش تحت الشعب لحد ما اقدر ارفعها للمستوى المناسب واجيبها على فوق الشعب، بيبقى متغطيه بمتر ميه تقريبا اللي انا واقف فيه، اقدر اسحبها من فوق من غير ما تخش تحت. لكن ال 2 متر 70 مش هيسمح لي بالسيطره دي. ده ميزه ال 3 متر في حاجات معينه، وال 2 متر 70 مناسب في حاجات معينه. يبقى كده كل عود هو مش احسن حاجه، لكن هو احسن حاجه لما تستعمله الاستعمال المناسب ليه. يبقى اللي عايز اقوله لك من قلب صياد هو ان مش اقوى عود هو اللي هيخليني اصطاد احسن، لكن اللي هيخليني اصطاد احسن هو استعمال العود المناسب في طريقة الصيد المناسبة. اعرف امكانيات عودك قبل ما تشتريه، واعرف انت بتشتريه عشان تستعمله في طريقة صيد ايه وفين، وهل هو عود يتحمل فعلا